السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، غادي نحضر معكم الشباكية. عندي 500 غرام ديال الدقيق ديال فرص رطب. غادي ناخذ نص معلقة صغيرة ديال خميرة ديال الحلوى، معلقة صغيرة عامرة ديال النافع، حبة حلاوة مطحونين بجوج، نص كاس ديال اللوز محمر ومطحون مزيان، نص كاس ديال الجنجلان حتى هو محمر غير نص تحميره ما محمرش كامل ومطحون حتى هو كذلك مزيان، ونص معلقة صغيرة ديال القرفة. كنخلطوا هاد المكونات كاملين مزيان وما نساوش قريصه ديال الملحه. غادي نضيف له صفر بيضه ومعلقه ديال الخل وكاس مع مرش ديال زيت الزيتون وكاس نص كاس فيه الزهر ونص كاس ديال الماء مع الخرقوم. انا ما دايره الزعفران شعره، دايره غير الخرقوم البلدي صافي. وكنخلطوا العجين ديالنا حتى كنجمعوا العجينه مزيان صافي. وكنقطعها كنديرها في بلاستيكه باش ما كتنشفش. كنسرح بالمدلك وكنولي نعاود نطوي ونعاود نسرحها ونعاود نطويها صافي. وكندخلها نديرها في بلاستيكه حتى كنكمل الكوارات اللي عندي كاملين. صافي غادي نبدا نسرح، كنطلقها بحال هكذا وعاد كنولي نديرها في الوراقه الماكينه. كنقطع هاد الجوانب هادو من بعد ما سرحتها وكنقطعهم شرائط طوال بحال هاد الشكل. كناخذ الشريط كندير صبعاني بجوج، كنلوي عليهم اللويه الاولى، كندورها وناخذ صبعان بثلاثه، كنولي ندورها حتى كناخذ صبعاني بربعه، وكنجيبهم بالملاقي الجهه الفوقانيه بحال هاد الشكل هذا. كنجبدها وهذا هو الشكل ديالها، طريقه سهله. حتى كنكمل 5 ديال الشرائط. دابا غادي ندوز نقليها. انا درتها بيته الليل كامل، درتها في الليل وخليتها حتى لنط ليه. دابا عاد غادي نقليها. ما كنخليش الزيت حتى كيغلي، عاد كنحط الشباكيه يلا كتبدا كتسخن صافي. كندير شباكيه في المقله. هي كطيب وانا كنقلب حتى كتحمر كامله. كتكون العسل عندي موجده حدايا باش غير نحيدها من المقله كنديرها في العسل. وهذه هي الشباك ديال الوجدات. هذا هو شكلها، كتجي هشيشه بزاف هانتوما كتشوفوا.
كنتمنى الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم ونكون خفيف على قلبكم، والى اللقاء وعشركم مبروكه ان شاء الله يا رب.